عايزة تحلية حلوة وسريعة وخفيفة واقتصادية وفي منتهى الجمال. يبقى الطبق ده تحلية الصيف الجميلة اللي لا يمكن استغنى عنه. اقسم بالله انا لا يمكن، انا ما كنت اتصور ابدا ان الطبق هيطلع معايا باللذاذة، لان انا جربت حوالي 6 وصفات، ما طلعش معايا النتيجة أجمل من كده ولا أحلى من كده. إن شاء الله بإذن الله امشوا معايا على الخطوات وهتعجبكم جدا جدا. بصوا يا جماعة، هنعمل الآيس كريم بطريقة تحفة. طبعا انتوا هنا دي طريقة عمل الجيلي. كوباية مية سخنة بنزل عليها كيس الجيلي وتلات أربع معالق سكر على حسب ما انت بتحبي، 3 معالق أو 4 معالق براحتك يعني. وهنزل، بصوا يا جماعة، يعني يفضل أنا نزلت كوباية مية ساقعة والنتيجة طلعت فوق الرائعة. لكن عايزة السمك يكون أسمك من كده شوية. حاولي انك انت ايه، تقللي في تخني الجيل شوية. يعني احط كوباية الا ربع مية سخنة وكوباية الا ربع مية ساقعة او نص كوباية الا ربع مية ساقعة عشان السماكة تبقى سميكة شوية. الايس كريم هيطلع معاكي قوامه حلو قوي قوي والنتيجه جميله جدا جدا جدا. رغم ان انا حطيت كوبايه وكوبايه والنتيجه رائعه، لكن قلت المره الجايه هعمل نص كوبايه الا ربع ميه بارده، او نص كوبايه ميه بارده وكوبايه الا ربع ميه سخنه. خلصنا الجيلي هنركنه في التلاجة وهنعمل الكريم شانتيه. الكريم شانتيه كوباية من الكريم شانتيه مع نص كوباية مية متلجة، وطبعا هضربهم الضربة اللي هي بص يا جماعة، لو بتحب الايس كريم مسكر انا ممكن على لان انا الكريم شانتيه انا جايباه ما فيهوش سكر، يعني ممكن احط معلقة او معلقتين سكر مع الكريم شانتيه هنا. مش بتحبيه براحتك، يعني تحبيه ناقص سكر يبقى كده الاربع معالق اللي حطيتين في الجيلي كفايه، عشان كل واحد هيعمل الطعم اللي بيحبه. يبقى ممكن تحط معلقتين، ولو ما بتحبيش بلاش في الكريم شانتيه. طيب هضرب الكريم شانتيه برضو هنا. خلوا بالكم يا جماعه، انا هنا يعني حريصه جدا ان انا كوبايه كريم شانتيه نص كوبايه ميه ساقعه وتكون متلجه طبعا، وهضرب فيه لحد ما القوام يبقى سميك جدا. بصوا يا جماعة، يعني بصوا أنا والله ناوية أعمل كل النكهات الآيس كريم لأن الأولاد يعني أعجبوا وانبهروا بالنتيجة. يعني النتيجة حلوة أوي أوي والله، لا يمكن تفرقيها أبدا أبدا عن الطعم اللي انت بتشتريه من بره. وكمان الآيس كريمات بره غالية جدا دلوقتي، أقل آيس كريمة ب10 جنيه. طب ما أنا عملت حوالي 8 كوبايات، اقسم بالله اللي انا عملته ده عمل حوالي 8 كوبايات. ما تكلفش عليا غير بس كوباية الكريم شانتيه وكيس الجيلي. يعني شوفي التكلفة، يعني قولي مثلا حوالي 25 جنيه. يعني 25 جنيه، وانت لو عملتي 8 كوبايات او كده هيتكلفوا حوالي، هتشتري من بره بأقل حاجة ب80 جنيه، أقل حاجة. طب ما ليه ما نعمله اقتصادي وحلو أوي ونعمل النكهات اللي احنا عايزينها. طبعا أنا هنا جايبة الجيلي بطعم المانجا، انت ممكن بقى تجيبيه بطعم الفراولة. ممكن بقى يعني أضيف مع نكهة الجيلي. لو أنا ممكن اعمله بطعم تاني، ممكن اعمله بالشوكولاته، وهوريكم برضو طريقه عمل الشوكولاته ان شاء الله فيديو قادم، لان الاولاد طلبوها برضو هوريها لكم ان شاء الله. فهنا الطريقه دي ناجحه جدا، جربوها على ضمانتي. لو ما عجبكمش يعني اعملوا لي ديسلايك للفيديو. مش هقول لكم اعملوا لي لايك، بعد جربوه اعملوا لي ديسلايك للفيديو. لكن والله الفيديو هيعجبكم جدا والطريقه هتعجبكم جدا جدا، واثقه من كده. بصوا يا جماعة، الكريم شانتيه بأساميك يستحسن هنا في الفترة دي يا جماعة الجيل يكون بصوا أخد نص تليجة. يعني أنا نزلته، أنا الأولاد كنت مستعجلة عشان قبل النوم، فقلت نزلته هو لازم يكون بارد. الجيلي لازم يكون بارد يا جماعة، ما ينفعش يتنزل على الكريم شانتيه وهو سخن. فهو برد هنا لكن ما تلجش، يعني لو تلج شوية كنت هتلاقي القوام سمك شوية، كان هيبقى النتيجة أفضل معاك، ما يبقاش سايب قوي. عشان ما ياخدش، اذا كنت عايزه تاكليه بسرعه فيستحسن انك تعملي الجيلي قبليها بحوالي ساعه كده. هياخد ساعه بس في التلاجة، هيكون نص تليجة او نص سماكه كده. لما تنزلي على الكريم شانتيه برضو القوام هيبقى سميك شويه، فمش هيطول معاكي في التلاجة.
نزلت الكريم شانتيه كله او الجيلي كله على الكريم شانتيه وهضربه ضربة تانية. ملاحظين هنا القوام سايب شوية، على فكرة السيبان ده لان انا منزله جيلي السايب. لو وصلت لحد هنا بقى ما تنسوش حطيه في التلاجة الاشتراك لمدة واللايك بالله ساعة عليكم عشان عشان الفيديو يطلع يترفع. النتيجة. بصوا يا جماعة، بعد ما ضربت الكريم شانتيه مع الجيلي هحطه في قالب المربع. انا حاطاه في حافظة عندي ما بستخدمهاش، فبحطه في الحافظة بتاعتي وبحطه في التلاجة. بص القوام جميل ازاي، هو اقل حاجة بياخد 6 ساعات يا جماعة. احطيه ليلة كاملة في التلاجة. بص القوام تحفة 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 يعني، وقوام لبني جميل جدا جدا يا جماعة، وناجح، والطريقة ناجحة جدا جدا جدا، اقسم بالله ما بحلف بالله ابدا كذب انا. فان شاء الله هتجربوه، هتدعولي جربوا الطريقة وهتنبهروا زي ما انا انبهرت، وما كنتش مصدقة ان هو هيطلع كده اجمل من الايس كريم اللي بره. لو اول مرة تدخلوا على القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك، وتفعلي زر الجرس كمان، دوسة على الجرس اللي هو باللون الأسود عشان يصلك كل ما هو جديد ومفيد. إن شاء الله. أنا يعني بصوا يا جماعة، والله الفيديو بيكون ناجح عندي هقول لكم الفيديو ناجح معايا، مش ناجح والله أنا هديكم الخلاصة، لأن الناس مش ناقصة فوق الغلو اللي هي فيه إن أنا أكلفها حاجة وترميها وبعد كده تدعي عليا. طبعا احنا عايزين نوفر، وعايزين نعمل حاجات اقتصادية توفر في ميزانية البيت والأسرة. بصوا يا جماعة كمان في الآخر، والله أنا ملحقت إن أنا عمالة أطلع آيس كريم والأولاد يسحبوا، يعني ما فيش غير بس هتلاقوا إن هما من 8 أطباق دول طبقين وفضلوا وبالعافية بالعافية عشان أصورهم. مجرد من أنا ما عنديش القطاعة طبعا بتاعة الآيس كريم، المعلقة اللي هي بتبقى مدورة بتطلع لك الشكل بيضاوي حلو قوي. ان شاء الله هحاول اجيبها عشان اوريكم المرة اللي جاية، فجربوا على ضمانتي ان شاء الله، مش هتخسروا ابدا، بل بالعكس هيكون موفر جدا. دول الطبقين اللي هم سابوهم الولاد حولوا كل الاطباق، لان هو انبهروا فيه، ما اكدبش عليكم الطعم جميل جدا. يعني انا برضو انبهار، وناوية اجربهم تاني وتالت ورابع ان شاء الله. لو اول مرة تدخلوا على القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك. دمتم في حفظ الله وامني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.